لسه مع حضراتكم مع الاستاذ عمرو الجناني عضو مجلس اداره نادي الزمالك. يعني احنا اتكلمنا على ميدو، في المقابل برضو من المواقف اللي كانت مهمه قوي الفتره اللي فاتت دي عمرو زكي لما قال انه متنازل عن قيمه عقده. لكن زي ما قلت في الجزء الاولاني من الحلقه انه يعني حتى خلينا ناخد مثلا الفيسبوك كمثال، الناس بتتكلم يقول لك عمرو زكي يعني اشمعنى دلوقتي لله كده يعني، ولا هو في طلب معين مثلا طلبه نادي الزمالك وده قدامه ولا يعني. انا مش هفترض اكيد سوء النيه، بالعكس يعني ده موقف هو في كل الاحوال يستحق عليه شكر وتقدير. لكن مثلا قالوا يعني بيحرج بيه لعيبه ثانيه بيعمل. خليني اعرف. هرد على حضرتك. والله هو موقف شخصي خالص من عمرو زكي اللي حصل ان اداره نادي الزمالك، اصل في ناس قال لك ايه بناء على الضغوط فعمرو زكي وافق على تخفيض العقد بتاعه. والله العظيم ما حصل. اللي حصل بالظبط يوم ماتش فاس في المغرب، احنا راجعين بعد الماتش ما خلص في فاس، خدنا اتوبيس وطالعين بيه على كازابلانكا. واحنا خارجين واحنا طالعين المسافه كانت حوالي 3 ساعات، جه عمرو زكي قعد جنبي قال لي انا بفكر دلوقتي ان احنا نعمل انا عارف ظروف البلد وعارف ظروف النادي، وانا نادي الزمالك ده هو سبب كل حاجه في دنيتي، وانا عايز بس اعمل حاجه، نفسي اعمل حاجه لنادي الزمالك، فمن فضلك انا قررت ان انا هتنازل على الربع الثالث والربع الرابع. يعني نص العقد. نص العقد. قلت له والله يا عمرو احنا بنتكلم في مبلغ تخطى ال 2 مليون جنيه. بالظبط كده. اكتر. فقلت له والله يا عمرو ده شيء تشكر عليه. قال لي وانا بقول لك وانا نفسي راضيه ومش عايز حاجه خالص، وانا والله لا بدون ضغوط ولا هو من نفسه اللي جه قال هذا الكلام. قلت له والله ده شيء تشكر عليه، وابتدينا ان احنا نعلن نقنن الموضوع بقى. بالظبط. وعارف ان هو وراح ومضى وتنازل، مضى على التنازل الرسمي. بشكره طبعا على كل حاجه. مش بقول لكل اللعيبه زي ما بتقول دي مسج رايحه لناس ثانيه، لا 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 لا, لا مفيش الكلام ده خالص. بمحض ارادته هو اللي جه عمرو. اللي عايز يعمل كده يعمل. اللي عايز يعمل كده اهلا وسهلا، كلنا نفسنا نعمل كل حاجه لنادي الزمالك، لكن مفيش جبر على حد. لكنه يعني برضه موقف، يعني هو عايز اقول لك يا استاذ عمرو برضه في حاجه، يعني اللي بيقول لك مثلا الجمهور او كلام من ده، الجمهور ب 200,000 جنيه هو يتنازل عنهم هيطلع بطل قومي، مش 2 مليون جنيه. والله يعني خارجه. انا بقول لك اللي يعني صح، مش انا بتكلم يعني فكره الجمهور في اساليب اسهل، في اساليب مش عايز اقول خداع يعني، بس لنيل تعاطف الجمهور. لو هو بيعمل حركه كان ممكن طريقه بس عشان كده بقول لك الكلام ده مش حركه، ان دي مش حركه، ان ده فعلا حاجه نابعه من جواه وصادره منه، والراجل بيقول يا جماعه انا بوصل مسج انا بحب نادي الزمالك. طب يعني عندكم بقى عشم في لاعبين اخرين برضو الامور تبقى اسهل لو عملوا نفس الشيء؟ انا عندي عشم في وجه الله. لا انا ما بطلبش من حد حاجه خالص. بص صدقني ملتزمين بالتزامات طبعا اللي هيعمل حاجه بمحض ارادته اهلا وسهلا، اللي عايز يعملها، اللي مش عايز حاجه مفيش جبر على حد انه يعمل اي حاجه. ده بشكر عمرو جدا 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 على اللي هو عمله. يعني احنا كلنا بنحاول نقول احنا بنحب نادي الزمالك بس. خليني اسالك شويه برضو امور هامه. يعني عبد الشافي من اللعيبه اللي انا الحقيقه ما اتكلمتش مع حد في نادي الزمالك مسؤول يعني الا وقال لي ده مظلوم عقده ضعيف عمره ما عمل مشكله. حصل. فالراجل ليه بتيجوا عليه شويه مثلا؟ عمر ما حد جه عليه. عبد الشافي ان شاء الله. عبد الواحد هيجي له برضه ما تقلقش. لا جايين. تمام جايين. عبد الشافي ان شاء الله قبل بدايه السيزون الجديد ان شاء الله هنكون عملنا تعاقد. انا قريت النهارده على النت والده بيقول لازم يعامل معامله الدوليين، انا بقول لازم معامله الدوليين المحترمين المؤدبين الملتزمين فنيا واخلاقيا ومن الناس الجميله. هو ما بيفتحش بقه الراجل يعني. انا عمري ما شفته انا عمري ما شفته فعلا ما بيتكلمش خالص. انت تحس وانت قاعد معاه تحس انك قاعد قدام بحر مفيش. ما بيتكلمش خالص. زائد انه كمستوى فني واعتقد هو الاكثر استقرارا واستمرارا يعني. مستوى بالظبط مستقر طوال الفتره، عمر بقه ما اتفتح، عمره ما عمل مشكله. فان شاء الله من الاولويات بتاعتنا في الفتره اللي جايه تجديد عبد الشافي بما يتناسب مع امكانياته. طيب عبد الواحد السيد برضه قال له عايز يجدد بالدولار $750,000 وكلام من ده. ما حصلش. ما حصلش. كل دي ما هو انا ممكن اجيب لك كل الجرايد هتلاقي ان 3/4 الكلام اجتهادات ملهاش اي اساس. ده منها كمان قول دي ما في دي سهله هتطلع تقول لا عبد الواحد قال لك انا، وعبد الواحد طلع نفاها. اوكي. انما في حاجات بقى كمان يقول لك ده يعملوا مشكله ويقول لك رد على المشكله. يا جماعه المشكله اساسا مش صح.
تبتدي انت ترد على المشكله اللي مش صح، موجوده اصلا، اللي مش موجوده اصلا. فزي النهارده حد فيه النهارده قريت في الجورنال قال لك تفويض عمرو الجنايني ماليا ليحل محل ممدوح عباس في غيابه، في حين في نائب، وده تحايل. تفويض مالي ايه؟ قسم من لا قسم. تفويض مالي ايه؟ ما هو تفويض مالي يعني معاك توقيع. كويس؟ انا معيش توقيع، وحتى لو اتقال لي خد توقيع انا مش عاوز توقيع، يعني يمكن وقتي وظروفي وشغلي مش هيسمح لك، ما يسمحليش ان انا اكون متواجد على طول. عبد الواحد هيجدد امتى؟ ان شاء الله خلال فتره بسيطه. اتفقتوا على مقابل المادي ولا لسه ده وقت الكلام؟ بص، العلاقه بين عبد الواحد ونادي الزمالك هي علاقه ابديه، بس هي علاقه حاليا عايز اقول مشروخه شويه. يعني الراجل متضايق ان انتوا اتاخرتوا قوي كل ده في تجديد التعاقد بتاعه، يعني ده نجم، بس طبيعي ان انت فاضل سنه على عقده. عبد الواحد اكتر واحد مقدر ظروف نادي الزمالك، وعارف كويس قوي نادي الزمالك في ايه، وعارف نادي الزمالك داخل على ايه، وعارف كويس قوي ان علاقه نادي الزمالك بعبد الواحد ابديه، وعمر نادي الزمالك ما هيتخلى عن عبد الواحد. وفي الفتره اللي جايه القصيره جدا جدا ان شاء الله، خد بالك بقى انا عايز اقول لك حاجه، عبد الواحد طموحه داخل نادي الزمالك مش مجرد ان هو يلعب سنه ولا سنتين ولا 3 سنين ولا 5 سنين. عبد الواحد باصص انه عايز يتجه لاداره رئيس الزمالك، وعايز يبقى رئيس نادي الزمالك، وده حقه. يا ريت يا ريت كل واحد النهارده حابب انه يخدم هذا الكيان يا رب يوصل له. ما هو ده من حبه في المكان. ما ده طبعا في ناس بقى تقول لك لا اصل هو عايز، اصل هو مش عارف ايه، اصل هو مش مظبوط. ده كمان منصب تطوعي، يعني انت ما قلتليش مثلا انت عايز تشتغل في قناه النادي ياخد فلوس، ده منصب تطوعي. ما قالكش انا عايز امسك تدريب، انا عايز اشتغل في قطاع الناشئين، ده منصب هيخش هيجي هيدفع مش هياخد. بالظبط، وهيعزم ويعمل بالظبط كده. تمام. طب كل ما شيكابالا بيبقى عنده مشكله بتبقى دايما حلها معاك، يعني بيقولوا بتعرف تتعامل مع شيكابالا بشكل مختلف. شيكابالا ابني، شيكابالا قريب مني جدا، زي ما بقول لك اللي بيطلع من القلب اكيد بيخش في القلب. بالظبط. فانا فاهمه كويس قوي، من اطيب وانقى الناس اللي قابلتها، انسان نقي جدا جدا، انسان طيب قوي، انسان خجول جدا. هو عارف ان انا صادق معاه، وانا عارف ان هو صادق معايا، فبيسمع كلامي وبسمع كلامه. يعني يوم ما بيحصل حاجه مع شيكابالا هو عارف كويس قوي قوي انا مش عايز منه غير مصلحته. زعلت منه في موقف بتاع سفريه ابيجان؟ طيب موقف سفريه ابيجان الراجل ده اتظلم. شيكابالا برضه محامي اللاعبين. لا انا بتكلم الحق والله العظيم. انا خد بالك انا لا شيكابالاوي ولا ميداوي، انا زملكاوي. ما ده جميل جدا. بس انا مش هقول غير الحق. شيكابالا راجع من المنتخب، كان عنده ظهره ورقبته وعنده مشكله جامده جدا، وواخد ادويه هد. ده كان معسكر السودان. بالظبط كده. ادويه هد. حصل بقى فيه هو كون ان هو اخر يوم قفل موبايله وما ظهرش وما اعرفش ايه. طبعا حق الكابتن حسن، واحد 3 ايام مش متواجد في البتاع مش هيضمه. طبعا ده الكابتن حسن، لكن الكلام بقى اللي طلع وشيكابالا المتمرد وشيكابالا اللي ما اعرفش ايه. طبيعي ان هو يروح للكابتن حسن ولا يكلمه في التليفون يقول لك انا عندي. طبعا ده عيب وده غلط. طبعا انا بقول لك اهو ده غلط. بس بقى لا شيكابالا هرب ولا شيكابالا وبيبحث عن عرض ما اعرفش ايه وبيبحث. بص نادي الزمالك كان الكابتن ابراهيم يوسف قال لك احنا قطتنا جمل، يعني لو في حاجه قد كده هو بتبص ولا هو شيكابالا متعود دلوقتي ان الامور برضو يعني النجوميه بسم الله ما شاء الله، هو نجم الفريق، يعني مش هنقول نص الفريق والكلام ده ونقعد بقى نحسب النسب، لكنه نجم الفريق، ف يعني متعود انه دايما اموره بتمشي. يعني انت اتعاملت معاه شخصيا؟ يعني في فتره ما هياش طويله، لكنه شخصيا الحقيقه انا بستمتع بالتعامل معاه. اطيب مخاليق ربنا. بالظبط. عمرك شيكابالا عمره ما بيتعامل مع حد انه نجم، من اصغر واحد واكبر واحد. انا بسال الاسئله اللي في الشارع، انا مش يعني انا لا ما انا عايز اقول لك في اللي في اللي انا عايز اقوله هو شيكابالا لو اتعامل ان هو نجم مش هيغلط الغلطات الصغيره دي. اوكي كويس. من بساطته هو من بساطته وتلقائيته ساعات كتير جدا بيقع في الحاجات دي. لكن هو حق ربنا لا هرب من سفريه ولا تهرب ولا تمارض ولا 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 ولا. طيب خليني يعني ده في حد تاني من اللعيبه حاسس انك يعني عايز تتكلم عليه او كلام معين او كده، يعني دي مثلا اللاعبين اللي انا كنت حاسس ان الناس ممكن تكون عايزه تفتح معاهم الموضوع. بقيه اللاعبين تاني كلهم نجوم، كلهم رجاله نادي الزمالك اللي يا رب يفرحونا ان شاء الله. انا بس عايز اقول من هنا حاجه، الشوط الاولاني خلص بالظبط، احنا الفرحه ما تاخدناش وي 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 ولينا سابقه، لينا سابقه اللي مش عايزين نفتكرها بالظبط كده. فاحنا النهارده واعتقد ان كل الناس مركزين وكل اللعيبه مركزين، والكابتن حسن طبعا انا مش انا اللي هقول له يعني ان شاء الله كده يا رب تكون الفرحه بقى بالوصول
التأهل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وكان جميل ان انتوا برضو يعني وجهتوا او جالكم تهنئه من النادي الاهلي برضو بعد المباراه، وكان في دعم للنادي الاهلي في مباراته في مالي بغض النظر عن الموقف اللي هو فيه دلوقتي، موقف رخم طبعا وكلنا اتكلمنا، وانا كلمت صديقي طمنت عليهم هناك بالمناسبه. طبعا انا خالد درندلي اخويا. اوكي. فخالد صاحبي، كل مجلس اداره النادي الاهلي كلهم اخواتي واصحابي بصرف النظر يعني. بيتهيألي موضوع بورسعيد ده قرب الناس في بعض قوي. والله من قبل بورسعيد. انا خالد صاحبي من زمان. وكلهم الحقيقه كلهم انا علاقه بيهم كلهم كويسه قوي قوي. انا كلمت خالد ويعني وطمنت عليهم. ويا رب ان شاء الله. هو المفروض ان هم سمعت ان الطياره طلعت طلعت يروحوا نيجيريا يمونوا هناك وبعد كده يرجعوا. طيب بالسلامه ان شاء الله. خلينا اخش في برضه ملف ثاني مهم. لما اعتذر المهندس رؤوف جاسر عن منصب النائب برضه، وحضرتك لك دور مؤثر يعني. في دايما في اعضاء مجلس كده ايه عارفين ان هم يعني ما هوش النائب، لكن في اعضاء بيبقى لهم دور، بيشعروا ان هم ممكن لهم دور. ما فكرتش تبقى النائب يعني؟ وطلع برضه كلام ان مش عارف مين رشح عمرو الجنايني، وفلان قال وفلان قال لا. بص يا فندم، انا مش طموحي خالص، مش طموحي. لا بس الناس توقعت ده، مش فكره طموح. ما انت عضو ولازم يبقى في عضو يبقى نائب. ما انا هقول لحضرتك حاجه. انا النهارده لو انا قادر ادي وقتي ومجهودي، خد بالك موضوع نائب، هو ما فيش حاجه في اللائحه عندنا اسمها نائب. هي في حاجه اسمها قائم باعمال الرئيس في حاله غياب. بالظبط، اللي هو النائب يعني لا يمشي. لا مش منصب اسمه النائب، لكونه عضو هو اللي بيقوم باعمال الرئيس. لو بس هو رئيس النادي موجود، انت عضو مجلس اداره، مفيش حاجه خالص، زيك زي اي حد. فكون ان هو مش موجود، كون ان رئيس النادي مش موجود، انت بتحل محله، سواء في توقيعات او في قرارات او في دعوه مجلس الاداره او في خلاف جميع القرارات والاوامر الاداريه. انا بمنتهى الامانه لا املك الوقت ولا الخلق. انا بكلمك جد. انا راجل مشجع. يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه من ناحيه الوقت ومن ناحيه يعني طبعا قدره كبير جدا. عمري ما هقعد في حاجه مجرد ان انا اللي بتاع. لا مش بتاع الكلام ده خالص. وانا مش عايز حاجه من الزمالك خالص، صدقني والله. انا مش عايز غير ان انا مش عايز غير الثلاثه بونت. واللي هتعمله وانت نائب ممكن تعمله وانت مش نائب، واعمله وانا بره كمان. اوكي. واعمله وانا بره. انا مش محتاج ان انا اكون في نائب رئيس النادي عشان اخدم نادي الزمالك. ما حاولتش ترجع مهندس رؤوف جاسر عن والله حاولت مع المهندس رؤوف، وكل المجلس الحقيقه حاول مع المهندس رؤوف. هو كان عنده وجهه نظر معينه. قال لك انا عندي شركتي وشركه جديده ولازم ادي لها مجهود خلال الفتره اللي جايه. وقال يا جماعه ارجوكم ما تتحايلوش وارجوكم ما تعملوش. حتى انا قلت له طب تعالى بس نشوف، قول لي ايه اللي مضايقك في وقتك، تعالى نقسم وقتك على كذا ونحاول ان المركب تمشي. هو صمم، وكل اعضاء المجلس الحقيقه بدون استثناء حاولوا ان هم يصنعوا على القرار. حاولوا ان هم يصنعوا على القرار. هقول لك بقى اللي اجمل من كده، لما خلاص المهندس رؤوف هيمشي، الكل قال اللي هو صبري سراج، ومفيش بقى الكلام بقى اللي حصل. واصل فلان كان عايز ده وده عايز يجيب ده، وفلان زعل وفلان وقالوا انتخابات. الا ما في حد رشح نفسه، الا ما في اسم تاني اتقال. هبص بقى، هي دي اللي انا بقول لك مشكله، وان نرجع بعد كده نحلها. لا اصل عمرو الجنايني كان عايز ينزل، اصل ابراهيم يوسف كان عايز ينزل. ايه يا جماعه ده؟ لكن انتم من الاول هو الاسم ده وبالتزكيه وبالاجماع والله العظيم تزكيه واجماع، وما اتقالش حد تاني. اوكي. لو رجعنا لورا شويه، انت حضرتك اللي تعاملت مع المستشار مرتضى منصور برضه في قصه المبادره اللي هو عملها والتنازل وكده، تعاملته ازاي؟ يعني كان عنده الحكم القضائي اللي تنازل عنه، وبالتالي رجع مجلسكم لاداره النادي. بالظبط كده. كانت بمبادره من الاستاذ مرتضى منصور، ربنا يفك اي زنقه هو موجود فيها. الاستاذ مرتضى كلمني وقال لي انا صعب عليا نادي الزمالك قوي قوي في المئويه، انا عايز ادي هديه لنادي الزمالك في المئويه، انا هتنازل وعايز اقفل ملف نادي الزمالك ده في القضاء للنهايه. والله دي مبادره كويسه قوي قوي. رحت للاستاذ ممدوح قلت له الكلمتين دول، رحب بالمبادره. ابتدينا بقى نشتغل من هنا لهنا 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 لحد ما ربنا وفق الحمد لله. تمام. ليه يعني الزمالك دايما بيتعرض لهجوم في الاعلام او حاسس انه مظلوم اعلاميا؟ طبعا. فعلا مقتنع بده؟ طبعا انا مش مقتنع، انا عايشه. اوكي. عبد الرحمن لما تبص تلاقي تفتح جورنال من اوله لاخره، لو حاجه كويسه الحاجات البوزيتيف تتقلب نيجاتيف. الحاجات يخلق لك مشكله وتبتدي تدافع عن المشكله، يوديك في سكه كلام ما حصلش. انا عارف لو في خبر او في حاجه اتعملت وانت مكسوف منها، مثلا يا خبر ابيض هم عرفوا، هتسكت يعني، هتقول لا. انما المشكله ان بتلاقي ايه، في وسط كل 10 اخبار بتلاقي 2 3 منهم صح.
والسبعه يقولوا ما حصلش. انا ساعات حتى اهلي، هو انت حصل كذا كذا كذا، والله ما حصل، ده مكتوب في الحته الفلانيه كذا. يعني مره تروح بتلاقي زوجتك بتسالك انت صحيح اللي بيتكتب؟ مره قال لك اشتباكات بين عمرو الجنايني ورؤوف جاسر. اشتباكات ايه يا جماعه؟ ده احنا بهوات. اشتباكات ايه؟ يعني ايه اشتباكات؟ فلا وبتاع وفلان غضب، ويتقال مسدسات في النادي ومش عارف ايه والكلام ده. في يعني ليه نادي الزمالك؟ طب ليه؟ يعني ليه الناس بتتعامل كده؟ احنا اعلاميا مش اقوياء، عشان كده هنبقى اقوياء. عملتوا منظومه اعلاميه جباره دلوقتي ان شاء الله. ربنا يوفق الاستاذ فتحي سند، الاستاذ اسامه ابو زيد، الاستاذ محمد دمرداش، كلهم زملاء. اختياراتكم كانت دقيقه يعني. وان شاء الله كمان بعد القناه باذن الله هتفرق بحاجه حلوه جميله. اخبار القناه ايه بالمناسبه؟ هتبقى توصل تفتح للنور قريب ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله على وشك يعني ان شاء الله. طيب مين، عايز اسالك برضو سؤال، احنا خلاص في الدقيقه الاخيره، مين اللعيب اللي كنت يعني صفقه كده ممتعه، صفقه لما تفتكرها تقول دي احسن صفقه او كانت قصتها لذيذه دمها خفيف؟ لا هو كتير. هو طبعا قصه شيكابالا كانت قصه جميله جدا. انهي بتاعت اليونان لما رجع؟ لا من اليونان ورجع، راح هناك في النادي الاهلي وجبناه من النادي الاهلي. فدي كانت قصه جميله جدا. قصه محمود فتح الله، كنت جبته 6 الصبح من هناك. وكان حتى المنافس كتب فتح الله في الاهلي. فتح الله في الاهلي. الاهلي بقى مش المنافس، ما هو لا فتح الله في الاهلي وشيكابالا في الاهلي. ولبس التيشيرت اعتقد. وبتاع. فدول كان من الحاجات اللي لما شفت شيكابالا راح الاهلي اللي حركتك من جوه دي. طبعا. وهقول لك حاجه، حركته هو كمان، هو نفسه ما كانش عايز. ده هو بيقول لك، ده هو راح هناك بيقول لهم ده انا لو قاعد في ماتش اهلي وزمالك وقاعد احتياطي والزمالك جاب جول انا هقوم اهيص. فكان موضوع يعني الحمد لله ربنا وفق فيه وهو رجع بيته. احنا ما خدناهوش من حد. طبعا. مين اللاعب اللي تعبك قوي يعني، او مش لعيب نفسه اللي تعبك، ممكن تبقى صفقه يعني مع النادي بتاعه ومش عارف ايه كلام من ده؟ اللي طول قوي اسلام عوض. انه خد لا هنسيبه، لا مش هنسيبه، لا هنسيبه مش هنسيبه. فطول كتير، لكن هو جميل ويستاهل كل خير يعني. طب مين اللعيب اللي كان نفسك انه يبقى موجود لكنه ما سواء لسه ما جبتوش او حاولت فيه بتاع مرتين 3 مرات وما نجحتش؟ حسني عبد ربه. طبعا. واخر مره كان على وشك وقلت له والله كده، وهو كان على اتفاق. قال لي انا لو الاسماعيلي، قلت له بص لو مضيت معايا وخدت فلوس وقلت لي في الاخر الاسماعيلي الظروف اتحسنت وانا عايز ارجع الاسماعيلي، هقول لك ادي العقد وخد فلوسك اهي. وكنا تقريبا متفقين. عملتها مع لعيبه قبل كده؟ عملتها. اسال سيد معوض كده. اللعيبه اللي مضت وقطعت العقد. سيد معوض مضى مرتين. من الاسماعيلي لطرابزون لينا، وبعدين رجع النادي الاهلي. هو حتى لا عشان يرجع الاسماعيلي تاني قلت له خد يا عم عقدك اهو. كنت انا واحمد توفيق حافظ. في حد تاني عمل برضه يعني حلته له الرغبه لان كلام هاني سعيد لما راح المصري، هاني سعيد وعبد السلام نجاح برضه. طبعا كانوا مضوا في الزمالك. في الزمالك وخدوا فلوس ورجعوا ادينا لهم عقده. لا بص لكن جده كانت قصه مختلفه شويه. بص جده القصه دي انا ما دخلتش فيها، والقصه دي اساسا انا قدمت استقالتي فيها من نادي الزمالك المره اللي يعني في المجلس المعين. مفيش داعي. مفيش داعي نتكلم. ربنا يكرمه ويوفقه. لا هو انا صراحه سعيد بسعه صدرك يعني. لا طبعا تحت امرك في اي حاجه يعني. انا طب اخيرا بالمناسبه ليه الزمالك حظه وحش مع الافارقه؟ ايمانويل امونيكي وبعد كده يعني يمكن رزاق هو يعني بادئ شويه، لكن برضه مفيش لعيب السوبر اللي جه الزمالك. والكسس موندومو يعني بنتكلم في لعيبه بقى لها اسابيع لكن لا وفي كولوبالي في في وقت من الاوقات طبعا كان حظنا وحش جدا. الراجل اللي اسمه ايه اللي هو راح بيلعب في السودان دلوقتي، كان عندنا السنه اللي فاتت. السودان دلوقتي اسمه ايه اللي كان بيلعب مع حسام حسن؟ لاعب افواري. مش فاكر. نسيت اسمه. حاجه اسمه ايه زيكو ده ولا ديكو اسمه ايه؟ اديكو مكسر الدنيا في السودان. بالظبط. حاجه مش معقوله. وقبل ما يجي اديكو ده كان بيلعب في الجزائر، كان مكسر الدنيا. ساعات الكيمياء ما بتمشيش مع اللعيب والنادي. ان شاء الله الموجودين واللي هيجوا يكونوا كويسين. نورتنا يا استاذ عمرو وسعيد جدا بالحوار. ربنا يخليك ويبارك لك، كتر الف خيرك. انا اللي بشكرك.
متشكر قوي. ده كان حوارنا مع الاستاذ عمرو الجناني عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وكان حوار من القلب، وهو زي ما هو قال كده اللي من القلب بيوصل للقلب، واعتقد كان حوار مفتوح وفيه كل التساؤلات. قبل ما اختم خلينا نروح لتقرير من شرم الشيخ كما قلنا زميلنا احمد عبد الهادي عن الملاكمه التايلانديه، وكان في بطوله عربيه لهذا الاتحاد اللي هو اتحاد تحت التاسيس، هي لعبه جديده. فكان في على مدار الكام يوم اللي فاتوا في شرم الشيخ بطوله هناك، متابع تقريبا جايب لكم كل الامور في 3-4 دقائق، وبشكركم شكرا جزيلا. ودي نهايه حلقتنا النهارده في نايت شو. غدا باذن الله 6:30 مساء في نايت شو على بيرل سبورتس، خليكم معانا.